النهارده هنقارن بين 3 انواع من الايس كريم بالبيستاشيو، بالكنافه بالبيستاشيو. هنقارن بين فرايداي بتاعت عم جمعه ودي ثمنها 20 جنيه، وهنقارن بين جيلاتو السعاده دي برضو ب 20 جنيه، ومعانا بيتزا ايس كريم برضو من جيلاتو دي ب 25 جنيه. يلا بينا نبتدي بتاعت عم جمعه. ايس كريم فرايداي بالبيستاشيو، كنافه بالبيستاشيو ب 20 جنيه. فرايداي بتاعت عم جمعه، عم جمعه احنا متعودين عليه 5 10، نطينا مره واحده ل 20. دي شكلها من جوه طبقه البيستاشيو او الشوكليت بالبيستاشيو بره، والكنافه اهي باينه حتت منها. تعالوا نسمي الله. من جوه بيضه، من بره دوت زي ما قلت لكم كنافه وبيستاشيو. مبدئيا مسكره قوي، يعني انا مش شايفه المفروض البيستاشيو يبقى اكتر من كده، يبقى من جوه الكنافه برضه نفس الموضوع يبقى 20 جنيه يعني. لكن من بره ده اللي هي الايس كريم العادي الفانيليا اللي احنا متعودين عليه بتاعه، وطبقه بس من بره هي زي ما قلت لكم البيستاشيو، فكتير عليها صراحه ال 20 جنيه. انا هجربها تاني؟ لا انا مش هجربها تاني، يعني المفروض يراجع الاسعار. يعني قبل الاعلانات بتاع اللي هو عملها في رمضان كانت الاسعار متعوده عن كده، فهو المفروض يراجع الاسعار شويه، كان هيعمل دعايه احسن من كده. جربوها وقولي رايكم ايه. ايس كريم او بيتزا ايس كريم جيلاتو دي ثمنها 25 جنيه. تعالوا كده نسمي الله بقى ونفتحها ونشوف الدنيا ايه. مبدئيا كده هي 3 طبقات زي ما احنا شايفين، طبقه العجينه اللي هي البيتزا والايس كريم وطبقه البيستاشيو وعليها كمان ايه شوكولاته، وطبعا باين حته الكنافه. العجينه دي كيك يا جماعه، تمام مش عجينه يعني. تعالوا نسمي الله. طعمها حلو قوي. بصوا هي فيها زي سوداني، حته سوداني، طعم البيستاشيو حلو، الكيك نفسه طعمه لطيف، يعني بجد هي عجبتني. 25 جنيه هو اوفر شويه، بس هي كميه الايس كريم كتير والبيستاشيو كتير والكيك، بس هي حلوه كتجربه، هي تحفه. جربوها قولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، وقولوا لي عايزين نجرب ايه تاني. وعلى فكره الشوكليت دي برده مديها، الشوكليت دي مديها طعم تحفه بجد، طعمها حلو قوي مع الكنافه، لذيذه. جيلاتو السعاده، جيلاتي بالبيستاشيو ب 20 جنيه، تمام. اتمنى ان هي تبقى لذيذه. دي شكلها تقيله مش خفيفه، دي شكلها كده من جواها. تعالوا نسمي الله بقى ونبتدي. طبعا طبقه الشوكولاته من بره معروفه، بصوا طعمها حلو قوي. هو هنا اللون اخضر على فاتح قوي لو تاخدوا بالكم، بس لغايه دلوقتي مفيش لا بيستاشيو ولا كنافه ولا اي حاجه، بس كطعم هي طعمها حلو قوي. يعني طعم الايس كريم الفانيليا مع طبقه الشوكولاته، القطمه دي طعمها تحفه بجد، عجبتني يعني. طيب تيجي نكسرها ونشوف من جواها هتبقى عامله ازاي. بصوا طلعت محشيه. تعالوا بقى نسمي الله. طعمها حلو قوي، والحشو كتير جدا، طعم الكنافه باين، والبيستاشيو برده صوص لذيذ. طبعا ده مش الاصلي يعني، بس جميله بالنسبه لثمنها 20 جنيه، بالنسبه للحشو دوت والكواليتي انا عجبتني. جربوها قولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، وقولوا لي عايزين نجرب ايه تاني مع بعض. مقارنه سريعه بقى بين ال3 انواع بعد ما جربناهم. اول واحده بالنسبه لي انا كشخص انا هجيب دي جميله. عجبتني طبقه الكيك طبعا مرجحاها زياده. عجبتني ان يعني انا حاسه ان هي دسمه وصوص البيستاشيو طعمه حلو مع الشوكليت. على فكره هما الاثنين من شركه واحده فقريبين قوي 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 في الطعم، تمام. ده لو انا هرجح طبقه الكيك. طيب انا لو هقارن بين الاثنين دول، لا انا هجيب الجيلاتو، مش هجيب بتاعه عم جمعه. بصوا انتم بنفسكم كميه الحشو رهيبه، بصوا هنا مفيش حشو يعني كتير عليها 20 جنيه. فالمقارنه 20 جنيه دي من دي، لا طبعا انا هجيب دي ام 20 جنيه. طبعا اهم الحجم باين معاكم، فناخدهم كده بالترتيب. لو احنا حسبناه دي وبعد كده دي وبعد كده دي، لو مقارنه بين الاثنين دي وبعد كده دي، تمام. جربوهم وقولوا لي رايكم ايه. باي باي.